أسود الأطلس ربحوا كندا بثلاثية نظيفة بكل جدارة واستحقاق، ولكن بالرغم من هذا الانتصار الكبير بقات واحد النقطة مهمة اللي محيرة كاع المغاربة واللي هي التحكيم. أكيد كلشي شفتوا المباراة ديال المنتخب المغربي ضد كندا، المباراة اللي خلات واحد الجدل كبير على القرارات التحكيمية، خصوصا هذيك البطاقات الصفراء اللي كانت غير كتشاير. وبصراحة كلشي لاحظنا أن الحكم كان صارم أكثر من اللازم مع اللاعبين ديال المنتخب المغربي، وهذا الشيء اللي خلى اللاعبين يلعبوا بواحد الحذر كبير خوفا من بطاقة ثانية ولا الطرد. واكثر لقطة اللي ثارت الانتباه ديالي واللي شفناها كاملين هي فاش سجل المنتخب المغربي الهدف الثاني. هذيك اللقطة اللي هز فيها الحكم يديه بحال الا كيتاسف للاعبين ديال كندا وكيقول لهم ما عندي ما ندير لكم. بطبيعه الحال هذه اللقطه راه انتشرت بزاف في السوشيال ميديا وخلقت واحد الجدل اللي كبير، واللي غريب ان بعض التدخلات المشابهه من اللاعبين ديال كندا ما كانش كيتعامل معها الحكم بنفس الصرامه. هذا الجدل فكرنا في الظلم التحكيمي اللي عشناه في نصف نهائي كاس العالم 2022، واللي لحد الان ما قدرناش ننساو هذيك القرارات التحكيميه اللي غيرت مجرى اللقاء. وماشي غير هذه اللقطه بوحدها اللي دارت الجدل، وانما كاينه واحد اللقطه اخرى اللي انتشرت للرئيس ديال الفيفا فاش المغرب غادي يسجل الهدف ديال التعادل ضد هولندا. هذه اللقطه اللي فسرناها كاملين كانه ما كانش راضي على النتيجه وما كانش باغي هولندا تنهزم. واليوم مع المواجهه الصعبه اللي راها كتسنانا ما بين المغرب وفرنسا في ربع النهائي، رجعت نفس التساؤلات اللي كطرح نفسها. واش غادي يكون التحكيم في مستوى الحدث ولا غادي نرجعوا نعيشوا نفس السيناريو والقرارات التحكيميه اللي عشناها؟ بالنسبه اللي بغاو يعاودوا يشوفوا كاع اللقطات اللي دويت عليهم في هذا الفيديو، غادي نخلي لكم هذه اللقطات كاملين هنا في الرابط في الصفحه ديالي، غير كليكيو عليه وغادي تهبطوا حتى لتحت، غادي تلقاو كلمه رابط الفيديو، ضغطوا عليها وتفرجوا. وما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليق وشنو هي توقعاتكم للماتش بين المغرب وفرنسا، وخليوا معكم اعجاب للفيديو ومتابعه باش يوصلكم كل جديد.